السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وارحبتوا. طبعا العنوان على المنشور اليوم قدو مكتوب، قدو معروف عند الجميع، وعلى ما اظن ما فيش احد في اليمن يجهل هذا الموضوع اللي بنتكلم فيها اليوم، والاستغاثة. مش الموضوع الاستغاثة، واتمنى من الجميع المشاركة في الموضوع هذا وبذل كل ما نستطيع من جهود لإيصال أصوات الجميع إلى القضاء في صنعاء وإلى السلطة في صنعاء. نريد الجميع اليوم مثل ما كنا جميعا متفاعلين في قضية الشهيد عبد الله الأغبري، بدايتها عندما رأيناه وهو يعذب ويجلد ويسحل وتقطع أوردته. نريد الجميع اليوم نفس الأشخاص والجميع وبنفس الحرقة وبنفس الجهد وبنفس البذل ان احنا نوصل رسالتنا الى القضاء في صنعاء انه لا يمكن ان نسمح لاحد بالتلاعب بقضية الشهيد عبد الله الأغبري. اين المكبودين على عبد الله الأغبري؟ اين الشعراء؟ اين المتألمين عليه وعلى جلده؟ اين المقهورين؟ اين الشعب اليمني اللي انتفض عن بكرة ابيه عندما رأى عبد الله الأغبري وهو يجلد؟ وجلسنا اسبوعين او 3 أسابيع، يعني معظمنا ما طعمش النوم في عينه. اين انتو؟ قضية الأغبري يتم التلاعب فيها. طلع بالامس اخو الشهيد عبد الله الأغبري اللي هو وهيب الأغبري او وهيب الأغبري يستغيث بالشعب اليمني ويقول لكم يا جماعة الخير الموضوع فيه ملاعبات وفي مغازلات وفي مماطلات وفي اشياء كثيرة لا تحصل يعني في الموضوع دون علمنا. لماذا؟ استنجد بجميع اليمنيين، انا وانت يا من تشاهد الان، والجميع كل اللي كنا مشاركين في اول الحملة وتألمنا وتجعنا واقتهرنا وبكينا من التعذيب اللي حصل في الشهيد. لازم نحن نتفاعل على بنفس الوتيرة. رسالتنا اليوم الى القضاء في صنعاء، اللي امس كانت الجلسة الثالثة، جلسة الاستئناف اللي ماطلوا القضية، وعلى اساس انها كانت تكون امس اخر جلسات الاستئناف، وبعدها تطلع الى المحكمة العليا تصديق الحكم والتنفيذ. وتفاجأنا انهم امس جلسوا شاهدوا الفيلم وقطعوه في النص وقالوا خلاص نكمل الباقي الاسبوع الجاي، ومن اسبوع الى اسبوع. طبعا كان الطلب هذا للتأجيل من محامين المتهمين بتأجيل القضية والبت فيها الاسبوع الجاي، نفس ما كان الطلب منهم الاسبوع اللي فات. اتمنى من الجميع مشاركة الرسالة هذه لتصل الى السلطات في صنعاء. دم الشهيد عبد الله الأغبري هو دم كل يمني، والله ثم والله ما ننساه إلا عندما نرى ال5 معلقين، ال5 وليس 4 ولا 3 ولا 2، ال5. أين أنتم يا شعب اليمن؟ يعني إحنا طبيعتنا إن إحنا نفور بسرعة ونخمد بسرعة أو كيف؟ يعني نسيتوا اللي حصل له واللي جلسنا نبكي ونعزي أسبوعين، والآن خلاص يعني كل ما طرحنا الموضوع ونزلنا منشورات ما عاد تحصل حتى ناس متفاعلين بالموضوع يعني وماخذين الموضوع بمحمل الجد. وين اصحاب تيك توك؟ وين اصحاب سناب شات؟ وين اصحاب الانستغرام؟ وين اصحاب المقاطع المؤثرة؟ وين انتوا؟ اين المفسبكين؟ ليش هذا السكوت؟ ليش هذا الخمول؟ ليش هذا يعني هل انتوا راضيين ان القضية تضيع؟ هل انتوا راضيين انه ما جرى لعبد الله الأغبري يروح هكذا سدى؟ شهيد الكرامة اللي لا حد اليوم لم يستطيعوا أن يثبتوا أنه علشان تلفونات، وأنه لا حد اليوم كل ما جاء من يوم كل ما تأكدنا أن الموضوع كان فيه موضوع كرامة، والرجل هذا
والشهيد هذا ضحى بنفسه من أجل شرف اليمنيين وكرامتهم. طبعا هذا كلام مش كلامي أنا، لا حد اليوم في المحكمة لم يستطيعوا أن يثبتوا غير هذا الكلام. ما فيش اتهامات انه هذا، بس انه ليش ضربوه يقول لك علشان تلفونات. ادوا لنا مقطع واحد انكم ضربتوا علشان تلفونات، ما فيش. سلموا التلفونات حق السباعي وغيره، ما فيش. سلموا اللابتوب حق عبد الله السباعي وغيره، ما فيش. سلموا اللابتوب حق المحل، ما فيش. هذا يدل انه الموضوع موضوع عبد الله الاغبري موضوع كرامه، موضوع ذواكر، موضوع صيانه شرف، واحنا جالسين ساكتين. خلاص خلاص قد عبد الله الاغبري خلاص انتهى من تفكيرنا ومن قلوبنا. يعني ما عاد بنفكرش انه يعني اذا سكتنا على هذا الموضوع والله العلي العظيم الذي لا يحلف الا به انه بيطلع 1000 سباعي، ومثل فعلا مثل ما بيحصل الان في اب وغيرها. قد طلعوا عاد احنا ما قد عاد قضيه الشهيد اصلا ما قد لم تخرج الى يعني الى مكان نعرف انه وقد طلعوا، واحنا الان ساكتين وصامتين وانتهى الموضوع. يعني انفعالنا هو يعني كيف مثل كتلي يفور دقائق وطفيت عليه وانتهى. يا جماعه الخير قضيه شرف، قضيه كرامه. وزير العدل في صنعاء، وزير العدل الديلمي قال من عيني وعاد ورسمها هكذا، من عيني انه تكون محاكمه مستعجله، ولن يكون هناك مجاملات، ولن تكون هناك مدري ايش، وين عينك يا وزير الامن او يا وزير العدل؟ وين عينك؟ هذا نريد ان نعرفها. اليوم دخلنا على الشهر الرابع، الشهيد ما زال في الثلاجه، ما قد انقبرش. وحتى لو انقبر والله لا انقبر قبل ان ننسى قضيته. القضاء ليش لا يماطل؟ كل الادله واضحه، فيديوهات، موفي، لا تشاهد فيلم، لا تشاهد فيلم. هذا ما عادش داعي انك تسمع حتى من ابناء الكلب هذول المتهمين. ليش المماطله في القضيه؟ امس وهيب الاغبري طلع بيناشد الشعب اليمني كله انهم يوقفوا معه. اين انتم؟ لماذا هذا السكوت يا شباب؟ ليش هذا الخمول اللي قد فيكم؟ ليش هذا البروده؟ يعني جلسنا اسبوعين ما دخل عيون النوم، انا وانت والكل، واليوم خلاص اخوه الاغبري لا يكافح وحده داخل صنعاء، هو المحامين اللي جنبه، واحنا خلاص صم بكم عمي فهم ما يقعش. شرف، قضية كرامة. رجل ضرب حتى مات، رجل دعس حتى مات، رجل لطموه حتى مات، قطعوا أوردته، دعسوه، ضربوه بالوايرات حتى مات أمام أعيننا، وخليناها أسبوعين. يعني قامت الأرض ولم تقعد وخلاص. يعني ايش؟ نسينا الموضوع يا شباب. وين المشاركات؟ وين المنشورات؟ وين كل واحد انه يطلع يديدي في راسه؟ لازم ان احنا نوقف وقفة رجل واحد، كلنا جميعا، كلنا مقصرين، انا اولكم، بالرغم اننا لا احاول جاهدا اني كل يومين ثلاثة انزل منشور على الموضوع، ونحاول ان نخليه حي، بحيث انه ما يحاولوش انهم يلعبوا لعبتهم اللي هم دائما يعني هم فيها يعني حكرين جدا، انهم يماطلوا الشيء. يقول لك الشعب اليمني هكذا، اعمل له اسبوع هكذا، ماطل اسبوع بايزع خبر وراح وينسى. هل فعلا احنا هكذا؟ قضايانا كل ما جت من قضيه بنعمل فيها يوم يومين ونسيناها. يعني عاد شيء اكبر من قضيه عبد الله الاغبري، وقد احنا خلاص باردين يعني وساكتين، وكل واحد اذا شيء الا من رحم الله ينزل كلنا عبد الله الاغبري، ولا ينزل منشور ولا، وخلاص. اين المؤازره؟ اين كل واحد يطلع من نفسه يتكلم بمنشور فيديو، يشارك، ينشر، يعمل المستحيل. اللي ما يقدرش انه يشارك، اللي ما يقدرش ينزل منشور يشارك منشور صاحبه، اللي ما يقدرش انه هذا، اهم شيء انه يكون الحدث
حدث اليوم الى يوم السبت الجاي، الجلسه الجايه اجلوها للجايه. مفروض انه من اليوم نبدا، ولا يتوقف كلامنا عن الموضوع هذا الا يوم السبت عندما نرى ايش بيكون، عشان تكون الرساله واضحه الى حكومه صنعاء. شكرناكم يا حكومه صنعاء عندما قمتم بالواجب، شكرناكم وقلنا، وشكرنا الامن وشكرنا القضاء اللي هي المحكمه الجزائيه، شكرناهم على سرعه التعجيل. والان حنا بتوالي في الاستئناف، ظلي هناك خلاص، يعني جنبها ترتكن جنب الملفات الثانيه اللي لها عشرات السنوات. مشت 4 شهور وقد معظم الشعب اليمني خلاص، يعني الا من رحم الله. ولو تزيد تمشي 4 شهور ثانيه والله ما عاد احد يذكرها. والله من المخجل ومن المعيب علينا جميعا ان احنا ننسى الموضوع هذا، وان احنا ما نتكلمش فيه، وان احنا ما نآزرش اخوه الشهيد وهيب الاغبري. اين المفسبكين حقنا والمفلطحين؟ اين انتو؟ كلنا هذيك الايام عند القضيه كنا ننزل في كل يوم فيديو، كل يوم فيديو ينزل، وكل يوم منشور 2 3 4. وليش الان سكتوا؟ ليش الان انتم راضين على اللي بيحصل من لعب ومهزله في القضيه ومماطله؟ اتمنى من الجميع ايصال الرساله تصل واضحه الى الجميع، الى القضاء في صنعاء. احنا ما زال املنا بالله وبكم كبير، فلا تخذلوا الشعب اليمني. خرجت يا استاذ محمد الديلمي وزير العدل، خرجت يوم الشباب خرجوا من حلقتهم، وخرجت واستقبلتهم وقلت ابشروا بعزكم، وخزقت عينك وانت تقول لهم بعيني. واليوم امام عينك يتم مطة القضية. وين انت؟ اوصلوا رسالتنا الى الجميع، نريد عدل، نريد قصاص ال5. لا تلعبوا بالقضية ولا تحاولوا عدل. مفروض انهم يكونوا الكل ال13 و14 لكن قد الناس واصحاب الدم واولياء الدم رضيوا بال5 المتواجدين في السجن، وعادكم لا تحاولوا تلفوا وتدوروا بها. احنا ورا القضيه ان شاء الله، وكل يمني حر، والله العلي العظيم ان كل يمني حر سيظل ورا القضيه حتى يتم اعدام وتنفيذ حكم الله في هذا المجرمين. عادهم بيعرضوا عليه فلوس، وهيب الاغبري قال انهم بيعرضوا عليه فلوس، وما زالوا يقولوا له، يعني يقولوا بلغوا وهيب ان الفلوس جاهزه والمبلغ جاهز وكم مشتي، وحتى لو يقول محدش كلها بيحاولوا يشتروا القضيه. وهو قال لهم صريحه واضحه، قال والله ما نبيع دم اخونا لو باموال الدنيا كلها. وهذا موقف يشكر عليه الاخ وهيب الاغبري، واحنا معه واقفين جميعا بانفسنا وباموالنا وماديا ومعنويا وبكل شيء. نتمنى ان تصل الرساله واضحه الى الجميع، الى سلطه صنعاء. اكتبوا في الموضوع، عجلوا. انتم قلتم على لسان وزيركم انها بحكم انها قضيه مستعجله وقضيه يعني مخله، وقضيه كذا، وقضيه يعني اجرام كبير ستتم، يعني الجلسات عاجله ومستعجله 4 شهور. اذا كان هذا استعجالكم فايش المماطلات حقكم؟ رسالتي اليوم لكم جميعا يا شباب، انتم اولا قبل الحوثي، اسالكم بالله لا تسكتوا على الموضوع هذا. كل واحد يحط نفسه مكان آل الأغبري. تخيلوا ان هذا، مش تخيلوا، فعلا هو اخونا جميعا، عبد الله الاغبري اخونا هذا اللي عذب ودعس ولطم من اجلنا، اليوم ساكتين على دمه. والله العظيم انه عيب وعار في حقنا جميعا. تحياتي لكم يا شباب، وان شاء الله من اليوم بنواصل الكلام على الموضوع حتى يوم السبت، وكل واحد يعمل اشاره. الانسان معروف عنده مفسبك، معه فالورز ومعاه متابعين، يحركه يقول له يا اخي تحرك في الموضوع، انشروا وتكلموا عن الموضوع، خلوها ترجع كما كانت. تحياتي لكم.